بنت قلبي وام روحي واخت عيني، سيدة كل العلاقات الحميمة، علميها يا طيور الصبح عني، لا كليت الخبز من كفة الكريمة. الظنا غالي يا أصدقاء، هي بالنسبة له بنت قلبه، أهم عضو في الإنسان اللي لو وقف يموت. هي اللي غلاها أغلى من أي شيء، لأنها أم روحي اللي تداريني تطبطب علي. كلنا مو عندنا عينين، العين هذه مو أخت العين دي، ويقول لك هذه عينه وهي العين الثانية، سيدة كل العلاقات الحميمة. هو سيد جنيد وهي سيدة كارتيه. سعد يطلب من طيور الصبح طلب عجيب جدا، يقول لها يا طيور الصبح لا جيتي تاكل الخبز من كفة. ها تخيل هي كل صبح كذا تطلع كفة من الشباك والطيور تيجي تاكل من يدها. سعد يطلب من الطيور اللي تيجي تاكل من يدها انها تتكلم معها عن سعد وعن حالة سعد وعن حب سعد لها. انا جح بكلمك اليوم عن سعد علوش، لا تنسى بيالة الشاي يا صديقي. حقائب والمطارات العتيمة والدروب اللي قبل نوصل عتيمة. صديقي الأبيات الجاية أبغاك تركز بالشطر الأول من كل بيت. احنا أمام صور شعرية متحركة. كيف يعني متحركة؟ ركز. الحقائب والمطارات العتيمة والدروب اللي قبل نوصل عتيمة. سير شنط بمطار كئيب من كآبة سعد، والخطاوي اللي تعبها الملابس كيف عاد حمولها السود المقيمة. أخذ الشنطة ومشى. الشنطة فيها ملابس ثقيلة، يبدو إنها شتوية ومملة، جاي خطاويها المملة المتثاقلة هذه اللي يسحبها بالقوة، ويسحب معاها شنطة السفر. وابتسام الناس في وجه المسافر وما لهم شغل في نعيمة وفي جحيمة. إلى الآن يا أصدقاء ما طلع من المطار. الأكيد اللي حصل الآن المسؤول عن استقبالها ابتسام له، وسعد رد لها الابتسام. كيف صور متحركة. والضياع اللي بلا مأوى وملفى، لا صديق ولا شقيق ولا عزيمة. الآن غالبا سعد وقف برا المطار، وقف كذا على رجوله، هو عارف فين رايح بس ضايع داخليا ومحطم، لا صديق ولا رفيق ولا عزيمة. متخيل ما في أحد يعزمه، ما في أحد قال له الله يحييك عندي، الحمد لله على السلامة، الحمد لله سلامة الأسفار يا سعد. ما حد قال له شيء. بلا مأوى وملفى، وسايق التاكسي واخبار الإذاعة وريح كشنات السيارات القديمة. طلع من المطار وركب التاكسي فاتح الإذاعة. فهمت؟ الآن أكرر لك، أنت مركز معي. شفت الصور المتحركة من المطار، الناس اللي في المطار والشنطة وشنطة السفر الثقيلة والتاكسي وريحة التاكسي والقزاز مفتوح، تشم ريحة السيارات. قصة هذول أبطالها اللي ذكرناهم قبل شوي. شفت هذه الأشياء كلها أشياء تقتلني فرادا. كيف لاجتمعت على قلبي وضيمة. أنا واحد والجروح ألف، وخصومي التكاثة واختياراتي عقيمة. أنحرف ولا انجرف ولا تطرف، كلها أمرار وأحلاها أليمة. كيف ارتباط الأبيات، تحس أن القصيدة لا نهاية لا. وهذا سعد ما اختار انه يكتبها كذا الا عشان نسمعها كذا. الانحراف جميل جدا يا اصدقاء، الانحراف يسلي النفس لكن يشقيها ويتعبها. والانجراف مع الشيء، اي شيء تنجرف معه مريح، لأن ما في تفكير، خلاص أنت منجرف، ولا قلق التفكير ولا في اختيارات، أنت منجرف ما راح تختار. وشعور حقير جدا لما يكون لك رأي أو قرار. أما التطرف فهو جميل أيضا، جميل جدا للنفس، لأنه فيه زيادة من كل شيء. ما نسمع مصطلح متطرف إلا وراه تصرف أرعن وأحمق، لكن المتطرف ما يشوف نفسه أحمق، بالعكس يحس بمغامرة. سعد علوش يقول هذه الخيارات كلها موجودة مرة، وأحلى واحد فيهم مؤلم. عرفتوا ليش أفلاطون تحس كذا علم اجتماعي، كذا مختص في علم الاجتماع. ما اخترت أكون شاعر أو عاشق، عالم الأقدار ما يرحم غريمة، والمحبة معركة ما فيها رابح، يتساوى النصر فيها والهزيمة. أغلب الأشياء اللي نغليها توافه، لونا ما نغليها ما كان لها قيمة. علم الاجتماع هو بالمختصر زي علم السياسة وعلم الإنسان والاقتصاد. يعني نقدر نقول كيف يصبح الأفراد مجتمع، هذا الفرد كيف يصبح جزء من هذا المجتمع. مجتمع فيه طبقات اجتماعية وغيرها يا صديقي. اليوم نقول أفلاطون أغلب الأشياء اللي نغليها تواف، احنا اللي صنعنا لها قيمة. حتى سيارتك لو انت تحبها ترى غيرك ما يحبها، ممكن ما يحب الشركة هذه اساس، بالنسبة له شيء تافه، وهي في الحقيقة شيء تافه مقابل صحته. لو احنا ما حبينا اشياء ما كان لها قيمة. حبنا للشيء يحبلنا اساسا. شوف الانسان ومشاعرها اللئيمة، وانا ما أحب اللي أحسه شيء ثاني. ما رجوله اسم أو كنية سليمة، لا قيود ولا حدود ولا تتابع. النسيم
شلون بيفسر نسيمه؟ احنا نحب الاشياء، نحب الاشخاص، الانسان بطبعه يحب، ويزعل الانسان لو ما نحب من الشيء او الشخص اللي هو يحبه. يا اخي لو تربي قطه، القطه انت تحبها وهي ما تحبك بتزعل منها، سعد يقول لك هذه انانيه من انا ولهم، احنا اصلا حبينا الاشياء من حبنا لنفسنا، احنا ما راح نتقبل اشياء لو ما حبتنا. الان انت يا صديقي تسمع اقوى 4 اسئله في علم الاجتماع: من يزور اعدائه ويعطف عليهم، من يعاقب نفسه ويرضي خصيمه، من يحس الناس كل الناس اهله، من يحس الروحة بتبقى مديم. تخيل هذه الاسئله اسئله شاعر. كلنا نعيش بصراعات الخير والشر، الندم والذنب وشعور الخلاص من اي شيء، حتى من العمل وتبدا وتبغى الخلاص. ممكن يبكيني مقطع شعري تافه، وممكن العب عام مع طفله يتيمه، وممكن اتعاطى منشط او مخدر، مرحله جدا عواقبها وخيمه. انا باقيني أنا نصف اللي كنت، مع أمل كذاب وأحلام وظليمة. شفت اللا راحة في الأبيات، شفت يعني إيش لا راحة؟ هذا اللي يعيش أعتقد سعد. بعدين سعد يغار، وأكثر شيء يحب ممكن هو الشعر. يقولك ممكن يبكيني بيت شعر تافه، يمكن لأنه بيت شعر لكنه تافه، يبكي على البيت إنه محسوب على الشعر. ممكن يقصد البيت التافه ذا لامس شيء ما لامس البقية، الكل الجميع شايفه تافه، بس حتى سعد شايفه تافه بس لامسه. شفت الإيمان والدين رمز لها سعد. طفل يتيم، طفل بريء وطاهر، ممكن يقصد باللعب مع طفلة يتيمة إسقاط لفكرة شبيهة إنه ممكن يرتكب سنة بمسجد، مو أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. خلاف كذا إيش أجمل من إنك تلعب مع يتيم لمدة سنة، قمة الصفاء والنقاء، واليتيم هو تحت يعني طفل. وممكن سعد يقول الفكرة الملائكية بلحظة تنقلب وأصير أرتكب أسوأ السيئات، ممكن أتعاطى منشط أو مخدر. أنا نص كل شيء، أنا الآن نص من كل شيء كان موجود أول. الأودية مسرح بدايات البريئة، معتقد باقي بها وادي وهيبة. الشعراء في كل وادي يهيمون، يقول أنا كنت أهيم بالأودية دي يوم كنت بريء وخلصت الأودية. الآن أنا فاقد نص كل شيء، نص الفرح، نص الحزن، نص النجاح، نص الخسارة، نص كل شيء، ما باقي وادي أهيم فيه. أنا هذه مرحلة عديتها من أول، علمتني من عشقت اللا أراوغ أكثر خطوط الوصول المستقيمة، فيما يخلي الرجل يحب بكل قوة إلا لا من حب له وحده. هشيمة علمت أسمى شيء، نعم صديق، علمت أن يكون طفلة لأن هي أم روحها. شفت الترابط، علمت ما يكذب ما يراوغ، علمت أن أكثر الخطوط المستقيمة، حتى إن بدالك أمشي مع الدرب السالك ولو طال، لأنها حشيمة جدا. لو شفت الوشاح اللانهائي، منكم شاف شمس تجر غيمة، الحليب، الصبح، الورد، التسامح، هي جميع أشياء البيضة الرحيمة. أعتقد أنا الحليب، الأبيض، الصبح اللي يجي بعد الليل، الورد دايما ضي. يا الله يا لذوذ، ابن آدم مذمم بالخليقة إلا هي، ما فيها أي حاجة ذميمة. بنت قلبي وام روحي واخت عيني، سيدة كل العلاقات الحميمة، علميها يا طيور الصبح عني، لكليت الخبز من كفة الكريمة. إن وجودي وجد من باعوه ناسه، عقب ما باعوا ركايبه حريمة، واشتراه اللي منول عبد عنده، وحط في رقبته وفي وجهه وسيمة. كل مذكر طاري الفرقة ونعرف الظروف اللي بلا رحمة وشيمة. يا الله يا الله، يقول للطيور لا رحتي لها فينا اني حزين ومغبون جدا من الظروف. يقول للطيور قولي لها ان شعوره شعور اللي باعوه ربعه وناسه، وباعوا حريمه واشتراه اللي منول عبد عنده، كان عبد عنده. متخيل؟ قول هذا شعور يا طيور، قولي له من الغبنه اللي هو يعيشه نفس شعور اللي اشتراه اللي كان عبد عنده هو. يطلب من الطيور تقول له حاله البئيسه، الظروف اللي بلا رحمة وشيمة ضدان. يقول الظروف أقسى من الظلم للعرض النزيه، في أقوى من الطعن والتشويه وقذف الأعراض نزيهة. ضيدان وشهادة اتفقت عليه بالظروف يا أصدقاء. شاعر يخلد التاريخ اسمه من فضل حسه وفضل أهل النميمة، رمز لكن بعد موته لن قومه تحترف تمجيده الأموات العديمة. عاش حقبة من حقب عصر التمدن، اسمى فيها تبرى من قديمة. انت تدري انه من اكثر الشعراء اللي حورب هو سعد علوش.
اكثر الشعراء اللي حاربوه يقول لك اسمي للتاريخ بعد ما مات. شوف صديقي مساعد الرشيدي كان معروف مشهور قبل موته، لكن بعد موته تحس مساعد كان نجم فطح بزياده بعد موته، كان له مكان ومعروف، لكن هذا النجم كان مضيء. الان بعد ما توفى مساعد موهبته وشعره، لان مساعد النجم هذا اضاء الكوكب. مساعد يقول لك بموت بتمجدوني لان انا يقول انا في مجتمع قومي ما يعطوني حقي وانا حي، لازم اموت عشان يصفون. علميها يا طيور انها، وفعلا حيدت صميم قلبي عن صميمه. علميها يا طيور انها، وشكرا لخصت لي كل الاحداث الجسيمه. تخسر الدنيا تخسر كل حاجه عندما تخسر لك انسان عظيمه. كتب الحلقه شاكر يا اصدقاء، شكرا شاكر، شكرا سعد. مو اخر مره اتكلم عن سعد، توكم ما شفتوا شيء متابعين، عندي قصائد واجد بتعجبكم. اوكي.